اهلا بحضراتكم، كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير. دخلنا طبعا على المدارس، هنعمل اسهل فينو واحلى فينو اقتصادي زي بتاع الافران بالظبط، وكمان كل التكات وكل الحركات والاسرار بتاعه الفينو هنقولها مع بعض. اول حاجه علشان تطلعي معاكي فينو زي بتاع المحلات وهش وجميل زي بتاع الافران بالظبط، معانا هنا معلقه سكر صغيره مليانه، ومعايا هنا حوالي ربع كوبايه من الميه، ومعايا من الخميره. ده على النص كيلو من الدقيق، يعني 3 كوبايات من الدقيق. هنعمل ايه الاول؟ هندوب الخميره مع السكر والميه تكون دافيه علشان يطلع معانا، حتى لو في الصيف لازم الميه تكون دافيه. وهنا خلاص اتاكدنا من ان احنا دوبنا السكر والخميره في الميه الدافيه بتاعتنا. هننزل بحوالي نص كوبايه من الدقيق الاول، نص كوبايه من الدقيق يعني في حدود حوالي 4 معالق كبار من الدقيق كده. هدوبهم كده، هيكونوا سايلين، مش عجينه مش قاسيه، عجينه تكون طريه. هنا هنعمل ايه؟ ده هنعمل عجينه بولش، دي لازم مهم جدا عشان يطلع معاكي عجين هش وناعم من جوه وحلو جدا ان انت تعملي الطريقه دي. شايفين العجينه هنا سايله معانا ازاي؟ ده اللي احنا طالبينه واحنا اللي عايزينه. ده هنعمل ايه؟ دي كده هنعملها ونسيبها في حدود نص ساعه. كل ما بتسيبيها طبعا هيطلع معاكي نتيجه افضل. احنا هنسيبها حوالي نص ساعه ونرجع لها تاني ونشوف، هنغطيها طبعا ونسيبها نص ساعه. شايفين هي مش باينه اصلا في الطبق او البوله بتاعتنا، بس هنسيبها. مهمه جدا ان انت تعمليها لاي مخبوزات او كمان للفينو بالذات، لان احنا دايما بنشتكي الفينو بتاعنا بيطلع مكتوم، الفينو بتاعنا بيطلع مش هش من جوه، الفينو بتاعنا مش بيطلع قطن من جوه. فكل ده علشان احنا مهمه جدا الطريقه دي، مهمه جدا ان انت تعملي العمليه بتاعه البولش بتاعه الفينو بتاعنا. هسيبها كده اغطيها واسيبها نص ساعه تخمر، وبعد كده نشوف هنعمل ايه مع بعض. وهنا شايفين الخميرة بقت عاملة معانا قد ايه. شوف كانت الاول ايه وايه بقت. ده مهم جدا ان انت تعملي العجينة. شايفين ده البولش ده مهم جدا ان انت تعملي. شايفين كده كمية الخمران دي هتخلي معاكي الفينو هش وحلو جدا. هنا معايا احنا خدنا نص كوباية من الدقيق، هننزل بالكوبايتين ونص من الدقيق، هنكون نخلينهم حلو جدا، كوبايتين ونص. ومعانا رشة من الملح صغيرة من البيكنج كبيرة. شايفين الفوران ده مهم جدا للعجينة بتاعتنا. الأول بكوباية من المية أو اللبن لو انت حابة تعمليه، احنا عاملينه اقتصادي بحاجات بسيطة جدا. لو ما عندناش لبن نقدر نعمله في البيت من غير لبن ولا بيض ولا زبدة، يعني هيطلع معاك ان شاء الله حلو جدا. انا خدت كده كوبايه من الميه، هعجنها حلو جدا. هنا الدقيق بيختلف، يعني ممكن دقيق ياخد كوبايه ونص على ال3 كوبايات من الميه، ممكن ياخد كوبايه ميه فقط، يعني كل دقيق بيختلف عن التاني. انا هنا حطيت كوبايه من الميه الدافيه، فهنا انا لسه هعجنها. فانا هنا كده هشيل المعلقه وهعجن بايدي لحد ما اشوف العجينه بتاعتي كده محتاجه ميه ولا لا. هنا خلاص العجينه لميتها كده لسه لينه زي ما هي. هنا هعمل ايه؟ هنزل بربع كوبايه من الزيت، ربع كوبايه من الزيت، ممكن اقل، يعني لو انت حابه تحطي معلقتين زيت كبار مش هتقول لا. هنا ليه حطينا العجين، حطينا الزيت في الاخر، هيديها هشاشان حلو جدا ويخلي العجينه معانا طريه جدا. هنا لازم تعجني حلو جدا جدا. اهم حاجة في كل الخطوات دي العجن. العجن هنا اللي هيخلي معاكي الفينو حلو جدا، والعجينة بتكون طرية ما بتكونش ناشفة. العجينة كل ما بتكون العجينة طرية هتديكي نتيجة في الفينو ممتازة. هنا خلاص العجينة شايفين هنا لمت معايا وبقيت هنا ممتازة جدا. انا هنا لو انت مش قادرة تعجني وعايزة تطلع العجينة معاكي العرق شديد كل ما بتعجني فيها، لو انت مش هتقدري تعجني 10 دقايق ربع ساعة على ايدك، سيبيها لمي العجينة. هنا شايفين تلزق معايا، هنا خلاص طرية لكن مش بتلزق معايا. هنا انا هسيبها 10 دقايق.
هنا خلاص عجنتها حوالي 10 دقايق، هغطيها واسيبها وارجع لها حوالي 10 دقايق تاني، اروح عجناها هتلاقيها كأنك عجناها ليكي ساعة. أنا العجينة سبتها حوالي ربع ساعة، شايفين ابتدت تخمر لإيه؟ لأن عاملين البولش ده هيخليها تخمر بسرعة. كمان في الشتاء، داخلين على الشتاء، فالخميرة بتاخد وقت في العجين، فمهم جدا ان انت تعملي عجينة البولش اللي احنا عملناها في الاول. هنا شايفين كده، هنا هرجع لها تاني هعجنها. شايفين هنا خلاص كأنك عجناها ليكي ساعة بتعجني فيها. شايفين عجينتنا طرية وحلوة جدا. شايفين العجينة والبولة بتاعتنا نظيفة. شايفين العجينة طرية معانا مش قاسية، لكن لو العجينة قاسية هتطلع معاكي العجين الفينو بتاعك مكتوم من جوه. شايفين كده ما عجناش كتير، ما خدتش معانا عجن كتير. وشايفين كده حبة زيت عشان ما تخمرش وتروح لازقة في اللي انت هتغطيها بيها. فكده غطيها وسيبيها لحد ما تخمر وتملى البولة. هنا انا هغطيها بكيس وهسيبها تخمر براحتها نص ساعة، ساعة الا ربع، زي ما تاخد. مش هتاخد كتير، ليه؟ لان احنا عاملين البولش ده اللي هيخليها تخمر بسرعة. وهنا العجينه بعد ما قطعتها، بعد ما خمرت معايا، سبتها حوالي نص ساعه خمرت وملت البوله. معلش اسفه التليفون مش كان ما كانش بيصور. وهنا خلاص معايا، هنا بعد ما خمرت معايا قطعتها كور صغيره على قد ما انت عايزه صابع الفينو تعمليه قد ايه. هنا عملته يعني الحجم بيكون وسط، مش تخين مش كبير قوي ولا صغير قوي. هنا خلاص هفرتها كده وسبتها، قطعتهم كل الكويرات بتاعتك حسب ما انت عايزه الكويرات قد ايه. بعد كده بروح مقطعاهم، بكون واخده اول قطعه اللي انا قطعتها الاول، اول كوره بروح مشكلاها كده، بروح عادله الفينو كده، بخلي الظهر من جوه وبروح لفاه كده. شايفين بنلف بكل سهوله، وبروح برماه كده وبحط اللي تحت دي، وبروح دايبه صاج بحطه فيه وبسيبها تخمر لحد ما تخمر. هنشوفه مع بعض بعد ما يخمر. وهنا خلص معانا. شايفين الفينو ما كملش معانا نص ساعه وبقى بالشكل والجمال ده. هدخله على درجه حراره سخنه جدا في الفرن، هياخد من درجة حرارة على 200 علشان مش في الرف الوسطاني، مش هياخد وقت كتير معانا، 7 ل10 دقايق بالكتير. لو خد لون من تحت ادفع عليه وولع الشواية، لكن لو مع بعض. لكن لو عندك الفرن بتشتغل لوحديها والشواية لوحديها، حطي الفينو في الفرن من تحت على الشبكة اللي في النص دقيقة تحت الشواية، بيطلع زي الفل. ممكن ندهن وشه بلبن، وممكن ندهن وشه بمية بسكر. وهنا خلاص طلعنا كل كمية الفينو اللي معانا. بجد ما خدش وقت معانا واحمر من غير شواية. يعني ممكن تحطيه وهياخد وقت، مش هياخد وقت معاكي. شغالي فوق وتحت هيطلع معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، شكل واخد لون جميل، وهيعمل معاكي ده كله حلو جدا. شايفين اللون جميل جدا، والسمسم شايفين السمسم ماسك في الفينو بتاعنا. هنا ممكن كمان ما تدهنوش اي حاجه، يعني انا هنا دهنته شايفين اللون حلو قوي. اللون واخد. انا هنا حطيت ميه وسكر بس، دوبت زي الشربات الخفيفه العاديه، الميه دوبتها مع معلقه سكر وحطيتها معلقه صغيره كمان مش كبيره. هنا تعالوا نشوف شكله من جوه. شايفين كله واخد لون حلو جدا. يطلع غطيه بفوطه علشان يفضل معاكي طري. شايفين عند الفينو بتاعنا اللون من تحت تحفه، واخد لون جميل. وهنا تعالي نقطعه من جوه كده ونشوف من جوه. ادي الفينو بتاعنا من جوه، ده الفينو بتاعنا. شايفين الطراوه بتاعه الفينو. هنا طول ما الفينو بياخد ويدي كده معاكي تعرفي العجينه هشه، شوف بيرجع تاني زي ما هو. ادي الفينو من جوه. هنا تعملي احلى سندوتشات لاولادنا. غطيه كمان لسه سخن، كل ما تسيبيه يبرد. شايفين هنا القلب من جوه، شايفين الفينو من جوه القلب طري وهش. شايفين الهشاشه بتاعت كل ما تغطيه هيديكي طراوه. يبرد معاكي شويه حطيه في كيس، اربطيه في كيس وسيبيه. كل ما تحطيه هتلاقيه طري معاكي. حطيه في يبرد معاكي شويه، حطيه في الفريزر. طلعي بالكميه اللي انت حابه تطلعيها كل يوم 3 2 يطلع معاكي، يعني النص كيلو هيطلع معاكي 20 رغيف من الفينو الكبير اللي انتوا شايفينه. شوف لو جبت الواحد هتجيبيه الواحد بكام من بره. وهنا شايفين واخدين اللون الجميل بتاعنا، الحاجه الحلوه بتاعتنا. شايفين الطراوه بتاعتنا اهي. ده الفينو. تعرفي الفينو طول ما طري كده معاكي ويرجع معاكي، تعرفي ان احلى فينو عاملاه في البيت. حاجه من جوه فيه قلب، مش زي بتاع المحلات اللي ما بيكونش فيه قلب ولا اي حاجه من جوه. وريحته حلوه جدا. في البيت اعمليه لاولادك المدارس، فطري بيه اولادك للمدارس بطريقه بسيطه جدا. شايفين الكميه حلوه جدا. هتعمليه حطيه في الفريزر يمسك معاكي الاسبوع كله. طلعي لاولادك بيه، افضل بكتير من ان انت تجيبيه من الفرن بره. وكمان حاجه نظيفه، انت بتجيبيه من تحت بيكون كله لون مش حلو خالص في الصاج بتاع الفرن، لكن احنا بيتنا عاملينه في البيت. شايفين الصاج بيكون حاجه نظيفه انت عاملاها في البيت بايدك انت، عارفه ايه المكونات اللي انت حطاها، عاملينها اقتصادي من غير اي مواد في البيت
البيت، يعني البيض لو مش موجود، اللبن لو مش موجود، لو زبدة مش موجودة، كله ده عملناه وعملناه اقتصادي بمَيّة ودقيق، عملنا أحلى فينو وطري وجميل جدًا ومش هياخد معاكِ وقت خالص. باتمنى يكون الفيديو عجبكم، باتمنى تحطوا لايك وتعليق جميل، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. شكرًا ليكم.